النهارده هنجرب كلاود كيتشن. شاب اسمه عبد الله بيقدم سندوتشات برجر وتشيكن، والمكان بتاعه اسمه ريست اند تيست. هو من فتره توصل معايا كان محتاج شويه دعم، فتعالى كده نشوف هل هو يستحق الدعم ولا ما يستحقش. تعال نشوف. بص اول سريعه كده على المنيو بتاع ريست اند تيست. المنيو بتاعه عباره عن صفحتين، صفحه فيها بيف برجر وسماش برجر وفرايز، والصفحه الثانيه فيها تشيكن برجر وشويه سايدز. تعال نشوف هو جاب لي ايه. شكله متوصي جامد السندوتشات، شكلها كبير. الحلاوه دي بطاطس طبعا كبدايه كده، تغليف حلو قوي. بص هنا برده جلافزات، حركات، شوك، سندوتشات. اعتقد دي اول حاجه معايا هي بطاطس بالجبنه. كميه محترمه، شويه جبنه مع بطاطس، وشكل كده بطاطس ريحتها هبت في وشي، شكلها كده بتحبشه. نقول بسم الله. الصوص اللي بيستخدمه حلو الصراحه، والتتبيله حلوه، والجبنه باينه قوي طعمها حلو. كبدايه موفقه. اعتقد دي بقى بطاطس بالفراخ. استنى خلينا نشوف دي ايه. دي كريسبي تشيكن فرايز 59. لا بصراحه شغل عالي. بص عامل ازاي. قول بسم الله. مقطع فراخ كبيره. هو مستخدم هنا بطاطس كرنكل اللي هي بتبقى مزجزجه. بص هي بالنسبه لفراخ شكلها حلو وملمسها كويس، بس كطعم الصوص مغطي عليها، فمش ده قوي طعم الفراخ، بس ده قوي الصوص، الجبنه والباربيكيو. والصوصين لا حلوين عاجبني. وعلى فكره انا بالنسبه لي مش اي باربيكيو عاجبني، لا بحب الباربيكيو اللي هو ايه متوسط ده، ما يبقاش حاد ده كده. لا بصراحه كانت بدايه موفقه. تعال نبص بقى على الساندوتشات. انا عاجبني ان هو مقسم المنيو بتاعه في ورقه كده ولزق وحركات. هو بيبيع ايه؟ بيف برجر وتشيكن برجر وسماش برجر. هو مقسمه بقى في كل ورقه دي وبيعلم على كل حاجه. يعني ده مثلا بيف برجر بيج تيستي برجر، وعندك سنجل او دبل. نبدا اول حاجه بالبيف برجر. نبدا بالسنجل بيج تيستي برجر من اسمه كده. سعره عامل 88. طب كويس والله، 88 معقول. عيش لطيف. واوبا ايه الريحه دي. عندك العيش والجبنه، صوص التيستي والبيكن. قول بسم الله. العيش بصراحه شكله فريش قوي وطري جدا وطعمه حلو. الساندوتش شبيه جدا بساندوتش البيك تيستي بتاع ماك. الفرق بس في العيش مختلف. اللحمه يعني تقرب سنه، ولكن كصوص قوي بقى بيك تيستي مقرب جدا. يعني ممكن نقول مثلا مقرب لماك بنسبه 75%. ده بقى مشروم برجر، ده دبل عامل 110. بص شكله عامل ازاي. عندك مشروم، عندك بصل، عندك لحمه. بسم الله. صوص متغرق. اهو بقى ده عجبني اكتر من بيك تيستي. صوص كتير بلاقي قوي على المشروم والبصل. ده بقى سموكد سماش برجر. ده سماش بقى مش بيف عادي. اوبا عيش مختلف. ده بصراحه حجمه كبير قوي، تقريبا ده اكبر سماش برجر جربه في حياتي. انا اللي اعرفه ان السماش برجر يبقى اصغر من كده. بص عامل ازاي. بصل مكرمل، وفي صوص ثاوزند ايلاند اللي هو 1000 جزيره، وجبنه، ودبل سماش. بسم الله. هنا السماش برجر يا جماعه مختلف تماما عن الطبيعي. حجمه اكبر بكتير، العيش حلو جدا فريش، الصوت حلوه، اللحمه هنا تتبيلتها بسيطه، يعني ملح وفلفل تقريبا بس. لا انا بالنسبه لي السماش برجر يفوز على البيف. سعره كام صحيح؟ الدبل ب 118، يعني معقول بس كبير كده. فاضل لنا ساندوتشين فراخ، حاجه اسمها زبيت، حاجه اسمها تركي تشيكن. تعال نشوف زبيت الاول. دي اعتقد زبيت ده هو الاوريجينال. ده سعره 80 جنيه، سعره حلو قوي. ده بقى العيش بتاع اللي هو العيش اللي هو بتاع البرجر العادي. بص عامل ازاي. عندك بيف بيكن، الفراخ مع الجبنه على الحركات، شغل عادي. تعال ندوق. بصوا هي فرخه كبيره ونضيفه من جوه، حلوه نضيفه، وكعيش وكصات حلوين، لكن بالنسبه لي كتتبيل فرخه ما ابهرتنيش، عاديه مش احسن حاجه. ندخل بقى على اخر حاجه معانا. ده تركي دبل. يا نهار ابيض على اللغوصه. ايه يا جماعه ده ايه ده. حد يفهم ده اكله ازاي. ده عباره عن تركي وموتزاريلا ستيكس وفراخ. طلع الفرخه كده. تعالى كده نلخص التجربه في السريع واقول لك اكتر حاجه حبيتها. انا بالنسبه لي حبيت جدا السماش برجر، رقم واحد بالنسبه لي، توب التوب، وسعره مقبول. يعني البيف برجر كان حلو برده، وممكن يقوم معاه بطاطس كانت لذيذه. اقل حاجه بصراحه بالنسبه لي هي فراخ، ما حبيتهاش قوي الصراحه، وطبعا ده ذوق شخصي. ممكن انت بالنسبه لك تجرب الفراخ تحب اكتر من اللحمه والسماش، الله اعلم. نيجي بقى للسؤال المهم، هل ريستنت تيست يستحق الدعم ولا ما يستحقش؟ لا بصراحه يستحق. جربوه، اسعاره حلوه جدا، ونصيحه مني يوم ما تجرب في الاول جرب في السماش برجر، هتحبه قوي وحجمه كبير قوي. وبس كده. كان معكم محمد عصام، اشوفكم ان شاء الله الحلقه القادمه. سلام.